شو كمان بدكم؟ الشعب التونسي، لا انا ما بنحبش نحكي على التوانسه خاطر باش يقولوا تشكر في ولاد بلادها وبنات بلادها وكل شيء. طيب معلش رح احكي على تونس، اوكي، مع انه بلدي هو من المفروض مش انا اللي احكي، بس معلش. اوكي، تونس من ناحيه الطقس انا شايفه صراحه انه احسن طقس بالعالم هو طقس التونسي، الا شهر جويليا، يا ويلي يا ويلي الحر اللي فيه مش طبيعي. بس على باقي العام الطقس بتونس بيجنن. وتاني شي البحر بتونس ولا اروع، في عنا حتة بحر بتونس يا جماعة. لو جربتوا جيتوا مرة لتونس، لو جربتوا بحر تونس يعني مرة بحياتكم، صدقوني رح يغنيكم على المالديف وعلى السيشيل وعلى كل شيء. وكمان في ناس ما بتعرف انه تونس فيها صحراء، تخيلوا نحن عنا صحراء بتونس مثل الصحراء تبع دبي، وكمان فيها اكتيفيتيز، يعني مو بس تروحي للصحراء تلاقي رمل وبس، لا في اكتيفيتيز بيتعملوا بالصحراء. وفي عنا الواحة، وفي عنا لي ميزون دوت. كيف بنقول ميزون دوت يا جايز بالعربي؟ كيف بنقول يا جايز؟ وشو كمان؟ طيب والاكل التونسي، هلا انا ما رح احكي على الاكل التونسي، بس ما رح اعطي رايي الشخصي فيه، اوكي؟ بس انا بيعرضوني كثير ناس على السوشيال ميديا بيقولوا انه الاكل التونسي طيب. بتعرفوا انا برايي شو يلي بيخليه طيب اكتر؟ انه نحن سبايسز، يعني اللفاحات تبع الاكل بنحط كثير سبايسز مقارنه بالباقي الدول، يعني الدول العربيه ما بيستعملوا كثير سبايسز يعني. طيب رح اعطيكم لمحه على الاكل التونسي، على العادات الغذائيه يعني بتونس. الناس بتونس الصبح، فطور الصباح بتونس يعني مثل فرنسا تقريبا، قهوة مع حليب وشي حلو، يعني كرواسون او كيك هيك، يعني شي حلو بصفة عامة. بحكي على معظم الاشخاص. واكلنا يعني على الفطور والعشاء اكتر شي، بخلاف الاكلات الشعبية مثل الكسكس والهالشغلات، اكتر شي بيطبخوه التوانسة، اكتر اكلة بتنطبخ بكل البيوت التوانسة على القليلة مرة بالاسبوع، ممكن اكتر، هي الباستا، المكرونة يعني. وفيها كتير انواع، في الباستا يعني اللي بالصلصة الحمراء، واللي بالصلصة البيضاء، واللي بالصلصة الصفراء، واللي بالصلصة الخضراء. هيك الشعب التونسي بيحبوا الباستا كتير يعني. ما تنسوا يعني انه نحن احتلتنا ايطاليا. وكمان التوانسة بياكلوا كتير فاست فود، واغلب الاكلات يعني انا بحكي على الفاست فود مش ستريت فود، اوكي؟ واغلب الاكلات الفاست فود بتونس عنا هو الاكل الايطالي. وشو كمان، شو بدي اقلكم؟ طيب هلا رح اعطيكم لوحة على الشعب التونسي، يعني غير البلد بصفة عامة. الشعب التونسي يعني، مساء الخير هانت، شكرا يا هانت لانك كسبتني الجولة، يسعد قلبك يا رب. الشعب التونسي يا جايز مثقف جدا. على ماني عم بحكي على حالي، بحكي بصفة عامة، يعني نسبة التعليم بتونس عالية، وخاصة عند البنات، خاصة عند البنات. هون بتونس قليل جدا 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 لتلاقي بنت ما عندها شهادة ماجستير، قليل جدا، صدقوني قليل كتير كتير كتير. نسبة التعليم عند البنات في تونس عالية. في الشباب مثلا كتير منهم ما بيكملوا الدراسة، بس البنات بيدرسوا كتير 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 كتير. وكمان البنات يعني بتلاقيها خلصت جامعة دخلت اشتغلت، وبعد هيك بتلاقيها طلعت برا عشان خصوصي عشان تكمل دراسة. حازم ارحب،